قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أحلامنا نجمة ثريا هي قوة المدرك العليا سويا علمت أحلامنا نجمة ثريا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد، فهذا درس من دروس الفقه في باب معين من أبواب الفقه، وهو باب الجنائز. وقد مرت قبل ذلك تباعا دروس، وها نحن اليوم بإذن الله عز وجل نتعرض لبعض المسائل التي هي حال قبض الروح والتي هي بعد قبض الروح. وقد مر الحديث معنا قبل ذلك في تلقين الميت وبعض الأحكام المتعلقة بذلك. بقي من أمور التلقين أمر، وهو: هل يعرض الإسلام على المشرك حال خروج روحه؟ بمعنى، رأيت رجلا كافرا أو مشركا وقد نزل به الموت بحادث أو بغيره، فهل يجوز لك أن تعرض عليه الإسلام؟ أقول والله الموفق: يستحب لك ذلك، يستحب لك أن تعرض على المشرك الإسلام في وقت موته. وقد دل على ذلك أحاديث، منها ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، أي مرض هذا الغلام اليهودي، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، فدخل عليه فقال له: يا غلام أسلم، يا غلام أسلم، أي يدخل في الإسلام. فنظر هذا الغلام إلى أبيه وكان حاضرا أي جالسا، فقال له أبوه: يا بني أطع أبا القاسم، يا بني أطع أبا القاسم. فأسلم هذا الغلام، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ومن الأدلة على ذلك، أعني الأدلة على عرض المسلم على المشرك حين موته، ما أخرجه الإمام البخاري من حديث المسيب بن حزن قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة، أبو طالب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان مشركا، مع شركه وكفره كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحوطه ويرعاه. فلما نزلت به الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية ابن المغيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم، يا عم،
قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أتترك دين الآباء ودين الأجداد؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قال راوي الحديث فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة حتى كان آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. مات على كفره وعلى شركه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزل قول الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. الآية. فالشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على عمه الإسلام وكرر عليه وألح عليه، إلا أن أصحاب السوء وقرناء السوء أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية كان قد حضر ذلك، فكان سببا في رد أبي طالب عما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا مررت على مشرك وهو يجود بنفسه اعرض عليه الإسلام، مره أن يتلفظ بكلمة التوحيد. وهناك حديث إلا أنني لم أراجعه قذف في ذهني الآن، أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقد استعد النبي صلى الله عليه وسلم لقتال أهل الكفر، وكان هذا الرجل مشركا، فقال يا رسول الله أقاتل أم أسلم؟ أي أبدأ بالقتال أولا أم أسلم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أسلم، ادخل في الإسلام ثم بعد ذلك قاتل. فأسلم الرجل ثم دخل في المعركة فقتل. فيروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وينظر في سند ذلك عمل قليلا وأجر كثيرا، عمل قليلا وأجر كثيرا. فاعرض الإسلام لا تتردد، اعرض الإسلام على مشرك على كافر يجود بنفسه أوشكت روحه على الخروج. ثم أنتقل إلى أمر آخر، وهو ما الذي يفعله الحضور عند المريض إذا خرجت روحه. قوم جماعة جلسوا عند رجل مريض فوجدوا أن روحه قد خرجت، وجدوا أن روحه قد خرجت إلى بارئها، قد قبضها ملك الموت. فماذا حينئذ؟ فما الذي يفعله حينئذ الحضور الجلوس معه؟ عليهم في هذا الوقت أن يغمضوا عينيه، عليهم
أن يغمضوا عينيه، لما ورد في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أبي سلمة وهو يجود بنفسه، دخل عليه وقد شخص بصره أو شق بصره، شق بصره أي شخص، أي ينظر إلى الشيء لا يعود إليه بصره مرة أخرى، أي قد انفتحت عيناه ولم يرتد إليه طرفه مرة أخرى. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحالة قال: إن الروح إذا خرجت تبعها البصر. الروح إذا خرجت من الجسد تبعها البصر. فأغمض عينيه صلى الله عليه وسلم. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الروح إذا خرجت تبعها البصر ضج ناس من أهله، ارتفعت أصواتهم وعلت أصواتهم. لما؟ لأنهم ابتلوا بهذه المصيبة، بموت عزيز عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، إلى آخر ما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيستحب لك حينئذ أن تغمض عين الميت، وقد أجمع على استحباب ذلك أهل العلم، ففيها الحديث يستدل به، وكذا يستدل بإجماع أهل العلم على ذلك، يستدل بإجماع أهل العلم على ذلك. قد يقول قائل: لما نغمض عينيه؟ قال أهل العلم: لأنه إذا ترك وقد فتحت عيناه وقد شخص بصره فهذا يجعل صورته مخيفة وشأنه مريب. ولقد دخلت يوما أنا وصاحب لي على شاب لنغسله، وكان أهله قليل العلم، فوجدنا هذا الشاب قد انتفخت أو انفتحت عيناه بصورة مشينة، وكذا انفتح فمه. فعلينا أن إذا خرجت روح الميت أن نغمض عينيه. ثم ماذا بعد ذلك؟ بعد إغماض العينين كذلك يستحب لك أن تشد لحيي الميت مع رأسه بعصابة، تأتي بعصابة كغطرة ونحو هذا أو قطعة قماش، ثم تربط لحيي الميت مع رأسه، لأنه لو ترك سينفتح فمه انفتاحا شديدا، فيفعل به ذلك. إذا نغمض عينيه ثم نشد لحييه كما ذكر مع رأسه بعصابة أو برباط، ثم نغطي الميت ونسجيه. نغطي الميت ونسجيه أي نغطيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات كما ذكرت عائشة رضي الله عنها سجي النبي صلى الله عليه وسلم أي غطي ببردة حبرة، غطي صلى الله عليه وسلم ببردة حبرة. وهذا الصحابي
الذي مات في غزوة أحد، مصعب ابن عمير رضي الله عنه، مات فما وجدوا عليه إلا نمرة، نوع من الثياب، كانوا إذا غطوا بهذه النمرة رأسه بدت رجلاه، وإذا غطوا بها رجليه بدا رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غطوا وجهه واجعلوا على رجليه من الإذخر. غطوا رأسه واجعلوا على رجليه من الإذخر. وكذا لما مات عبد الله بن حرام والد جابر ابن عبد الله في غزوة أحد، غطي عبد الله بن حرام رضي الله عنه. وهنا مسألة في مسألة غطاء الميت، هل يجوز بعد أن غطينا الميت أن يكشف الثوب عن وجهه؟ الجواب: نعم يجوز. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات وجاء أبو بكر رضي الله عنه فتيمم حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أي قصد الحجرة، ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسجن، فكشف أبو بكر رضي الله عنه الثوب عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قبله وقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله. وقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله، فوالله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. فالشاهد من الحديث أن أبا بكر رضي الله عنه كشف الثوب عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فيجوز حينئذ كشف الغطاء عن وجه الميت لتقبيله أو للنظر إليه للتعرف عليه أو نحو ذلك. وهذا جابر ابن عبد الله بن حرام قتل أبوه في غزوة أحد كما ذكر، فغطي عبد الله بن حرام رضي الله عنه، فجاء جابر يكشف الثوب عن وجه أبيه ويبكي، يراه النبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاه، وأما الصحابة فيرونه يفعل ذلك فينهونه، يكشف الثوب ويبكي رضي الله عنه، حتى جاءت امرأة باكية رفعت صوتها بالبكاء، قيل هي أخت جابر، وقيل هي عمة جابر، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوتها فقال: ابكي أو لا تبكي، أو قال: ابكي عليه أو لا تبكي عليه، فلقد رفعته الملائكة بأجنحتها إلى السماء. فهذه كرامة لجابر لعبد الله بن حرام والد جابر رضي الله عنهم. ثم إني أود أن أنبه في مثل هذه الحالة في وقت قبض الروح، يا من تجلس عند المحتضر، هذا المحتضر هذا الذي عاين الموت وحلت به السكرات ونزلت به الكربات، ينزل به ما الله به عليم، ينزل به أمور الله عز وجل أعلم بها. ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم طرفا من ذلك. فمثلا
قد تجد ميتا مشركا كافرا يجود بنفسه، تخرج روحه، وأنت تراه تخرج روحه في هذا الوقت، ملائكة الله عز وجل قد انهالت عليه ضربا. قال الله سبحانه: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. باسطوا أيديهم أي مادي أيديهم بالضرب. وقال تعالى: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ملائكة الله عز وجل تضرب الكفار، تضرب الوجوه وتضرب الأدبار على ما فعلوا في هذه الحياة، على إنكارهم، على إجحادهم، على كفرهم في هذه الحياة. فهذا يحل بالكافر. قد تجد ملحدا، قد تجد منكرا لهذا، يقول: أنا ما رأيت بعيني، إذا لم أر بعيني فلا أصدق ذلك. وما أكثر الملحدين في هذا الزمان، لا كثرهم الله. وما أكثر من ينكرون كلام الله عز وجل وكلام رسوله، مع أنهم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. لو لم يكونوا من جلدتنا، لو لم يكونوا مسلمين، لكان الأمر هينا، كما قال القائل: ولو أني بليت بهاشمي خمولته بنو عبد المداني لهان علي ما ألقى، ولكن تعالوا فانظروا بمن ابتلاني. ينكرون مثل هذا، وقد جاء هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل الإسلام يقولون: سمعنا وأطعنا، نوقن بهذا، لا نشك فيه طرفة عين. كذلك في مثل هذه اللحظات ينزل بالميت أمور ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث طويل أخرجه الإمام أحمد وغيره من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم جنازة رجل من الأنصار، فجلسنا عند القبر، ولما يلحد فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بعود ينكت فيه بالأرض، وكأن على رؤوسنا الطير. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: استعيذوا بالله من عذاب القبر. قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال: استعيذوا بالله من عذاب القبر 3. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة أتته ملائكة بيض الوجوه. هنيئا لك أيها المؤمن، أيها الموحد، أيها المصدق، في هذه اللحظات العسيرة، في هذه اللحظات الشديدة، ينزل عندك وحولك بين يديك ومن خلفك ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، فيجلسون منه مد البصر. ثم يأتي ملك الموت فيقول: أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب، اخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. فتخرج الروح تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. بشرى
ونداء فيه لين وفيه رحمة من ملك الموت. وحول المسلم الميت ملائكة بيض الوجوه، وجوههم تسر، وجوههم تسعد، فتخرج الروح تسيل، تخرج بسهولة ويسر. وهذه الروح قد شغل بعض أهل العلم كنهها، لكن الله عز وجل اختص بعلمها. مر النبي صلى الله عليه وسلم على جماعة من اليهود، فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح. وقال الآخرون: لا تسألوه، لا يجيء بشيء تكرهونه. فسألوه، قالوا: يا رسول الله، ما الروح؟ كأنهم يقولون: مما خلقت، ما كنهها، كيف هي؟ فلم يجبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل قوله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أيها المتكبر بعلمك، يا من حصلت وجمعت، لا تتعالى به، ففوق كل ذي علم عليم. وهذا قول ربنا سبحانه: وما أوتيتم من العلم إلا قليل. وفي المقابل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأما العبد الكافر أو الفاجر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، أتته ملائكة سود الوجوه، ملائكة يسوءك رؤيتهم، يحزنك رؤيتهم، سود الوجوه، فيجلسون منه مد البصر. ثم يأتي ملك الموت فيخاطب هذه الروح بشدة وبغلظة: أيتها الروح الخبيثة في الجسد الخبيث، اخرجي إلى رب غير راض، إلى رب غضبان. فتتفرق الروح في أجزاء الجسم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فينتزعها ملك الموت كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، كقطعة حديد متشعبة اشتبكت بصوف. كيف تسلها من هذا الصوف؟ إنها لا تسل برفق، إنما بشدة. هكذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فالميت يعاين أمورا لا نراها نحن، ويرى ما لا نراه. قال الله عز وجل: حتى إذا كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. وقال تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. أكتفي بهذا القدر، ولنا بإذن الله عز وجل مواقف ودروس أخر، منها: هل يجوز القراءة سورة ياسين على الميت في هذا الوقت؟ وهل نعجل بتجهيز الميت أم ننتظر؟ هذا وغيره نتعرض له بإذن الله عز وجل في الدرس القادم. أسأل الله سبحانه أن يرزقنا وإياكم والمسلمين أجمعين بحسن الخاتمة، وأن يجنبنا وإياكم والمسلمين أجمعين سوء الخاتمة، كما أسأله جل ذكره وعز شأنه أن يرفع الغمة عن هذه الأمة، وأن يؤلف بين القلوب، وأن يوحد الصف، وأن يرفع عن بلادنا وعن بلاد المسلمين أجمعين الغلاء والبلاء والفتن والمحن، إنه ولي ذلك.
القادر عليه، كما أسأله سبحانه أن يبارك في هذه القناة وفي العاملين عليها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله. سر بنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. سر بنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. علقت أحلامنا نجم الثريا، هيا قوة المدرك العليا سويا.